ما هو الحب بين صحابة النبي الأشراف الأطهار وبين آل بيته المبرئين من كل عيب وزلل؟ الحب هو علي بن أبي طالب سلام الله عليه عندما كان يخطب بالكوفة قال: اللهم ثبتنا على نهج الخلفاء الراشدين. فقام رجل فقال: من تقصد يا أبا الحسن؟ قال: حبيباي وعماك أبو بكر وعمر. الحب هو سيدنا عمر رضوان الله عليه الذي كان على المنبر يخطب، فجاء الإمام الحسين سلام الله عليه طفل صغير فقال له مشتاقا إلى أيام جده رسول الله، قال: انزل عن منبر جدي رسول الله. فنزل سيدنا عمر رضوان الله عليه بكل أدب ومسح على رأس الحسين وقال كلمة أتمنى أن تترجم إلى كافة أبناء الأمة. قال: بأبي، أي أفديك بأبي، وهل أنبت الشعر فينا ألاكم يا آل محمد. الحب هو عندما اتهمت أمي عائشة رضي الله عنها وارضاها الحصان والرزان التي برأها الله تعالى بكتاب يتلى ليوم القيامة، فتأثر رسول الله صلى الله عليه وآله، فجاء علي بن أبي طالب المحب لأمه عائشة بكل أدب قال: يا رسول الله، إن الله قد طهر نعلك، أفلا يطهر عرضك. الله أكبر. تكلم عن أم المؤمنين رضوان الله عليها بهذا الحال وبهذا الإنصاف وبهذا الأدب، وفي هذا تقول رسالة حقيقية وواقعية. هذا هو التدين الحقيقي الذي يريده الإسلام منا يا شيخ رافد بإذن الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وآله جمع ما بينها وبين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، فقال لها: يا فاطمة، أتحبين ما أحب؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: أنا أحبها فحبيها. وعندما جمع بينها وبين علي بن أبي طالب سلام الله عليه قال: سيكون بينكما أمرا. فوجئ علي بن أبي طالب قال: أيحدث هذا يا رسول الله؟ قال: فأحسن إليها. فعندما انتهت المعركة أفرد لها دارا أو خيمة، وأفرد 20 خادمة لأم عائشة رضي الله عنها، ودخل عليها وقال: السلام عليك يا أمه، وأرسلها معززة مكرمة.